تعالوا نعمل ترند جديد، هو مش جديد قوي يعني، هو بقاله فتره كده، بس انا يعني عماله اقول عايزه اجربه بس ما بجربوش. فجيت بقى استوليت على الحاجات الحلوه بتاعت العيال، بس انا اكلها لهم بس بطريقه تانية يعني. اللي هو ايه، كيكات، اي نوع بقى كيكات تعجبكم. انا كان اللي موجود توينكيز وهوهوز دانيت بالكراميل. انتوا بقى هاتوا اللي يعجبكم، هاتوا بقى. لو ممكن ما تجيبوش دانيت، ممكن تجيبوا في ناس بتحط يعني صوص شوكولاته، او ممكن يعملوا صوص شوكولاته زي اللي بنعمله الكيكه الشاتو كده في البيت. عندكم صوص فراوله، عندكم فواكه، حطوا كل حاجه تنفع تتحط يعني. انا بقى جبت الكيك وقطعته زي ما انتوا كده شايفين، سلايسز كده يعني، شرايح كده رقيقه، على قد ما اقدر بالسكينه. كان عندي بقى ربع كوبايه كريم كراميل بقى، دي طبعا يعني مش لازم، لو موجوده لو متوفره اختياري طبعا يعني، ممكن ما تحطهاش خالص، بس كانت عندي فقلت بقى ايه ازودها تدي طعم احلى واحلى. رحت حاطه بقى ربع كوبايه الكريم شانتيه عليها ربع كوبايه لبن، وضربتها بقى ضربه مبرحا لحد ما هاشت كده. وقلت بقى ايه احط بقى طبقه كده كيك، وبعد كده احط كريم شانتيه، وبعد كده طبقه كيك تانية. وقلت بقى الكريم شانتيه كده اللي باقي احط منه طبقه رقيقه كده بس تعملي تماسك يعني. وانا ممكن احط على طول الدانات، ما احطش كريم شانتيه، بس ما دام موجود يبقى حلو. وبعد كده بقى اسويها كويس كده، وفتحت علبه الدانات وحطيتها على الوش. سهلة جدا يعني، مفيش اسهل من كده، اللي هو تحسي كأنك بتلعبي بس في نفس الوقت ايه تحسيهم ان انا عامله لكم حاجة حلوة يعني. فانتي ممكن تجربيها، ممكن تحطيها في بولات كده صغيرة او كاسات، يعني اي حاجة تحبوا تحطوها فيها. ممكن الطواجن الفخار الصغيرة دي برضو بقى شكلها شيك قوي، وتزينوا بقى باي حاجه انتوا عايزينها من فوق. انا حطيت شايفين يعني مفيش بقى، بس بحاول اطلع اخر حاجه في كريم شانتيه موجوده، اعمل وردات صغيره كده شكلها حلو. كان عندي شويه فورماسيل شوكولاته برضو قلت ازين بيه كده. كل دي حاجات للتزيين تدي، وبرضو يعني يبقى شكلها برضو حلو وطعمها حلو برضو. حطوا بقى لايك وتابعوني بالله عليكم. يلا سلام.